مرحبا يا عشاق ون بيس. في فيديو اليوم لدينا موضوع خاص ومثير للاهتمام، مستوحى من تعليق رائع من أحد المتابعين الأعزاء. في تعليق سابق كتب لي: نريد نقاش نظرية أن كوين صديقة زورو حية. كيف تموت بسبب سبب تافه مثل سقوط من الدرج، وكانت تهزم زورو بسهولة؟ ومرت زورو في الحلقة 504 كان صغيرا جدا وضعيفا، لكنها كانت أقوى منه، فكيف تموت بسبب بسيط؟ هناك عدة أدلة. هذا التعليق جعلني أتساءل: هل حقا موت كوين كان كما يبدو؟ وهل هناك احتمال بأنها ما زالت حية؟ اليوم سنغوص معا في هذه النظرية المثيرة ونبحث عن الأدلة التي تدعمها. أولاً، دعونا نتحدث عن كوين وقصتها الغامضة. كوين كانت صديقة زورو المقربة في أيام طفولته، وأيضاً منافسته الأقوى في الدوجو. كانت تتفوق عليه دائماً لدرجة أنه لم يستطع الفوز عليها في أي من مواجهاتهما. كوين كانت تحمل طموحاً كبيراً بأن تصبح أقوى سيافة في العالم، لكنها كانت تشعر بالإحباط لأنها فتاة. ثم فجأة حدثت المأساة، موتها بسبب سقوطها من الدرج. حدث بدا للكثيرين غريبا وغير منطقي. كيف يمكن لشخصية قوية مثل كوينا أن تفقد حياتها بسبب سبب بسيط كهذا؟ هنا تبدأ الشكوك. هل فعلا ماتت كوينا أم أن هناك أمرا أكبر وراء هذا الحادث؟ ثانيا، دعونا نناقش الأدلة التي قد تدعم فكرة أن كوينا ما زالت حية. 1. طريقة موتها غير مقنعة. عالم ونوبيس مليء بالشخصيات التي نجت من ظروف مستحيلة. كيف تموت كوينا وهي التي كانت تمتلك القوة والمهارة بسبب سقوط بسيط؟ هذا يجعلنا نتساءل: هل كان موتها حقيقياً أم مجرد تمويه؟ هل كان هناك شيء أكبر وراء وفاتها المفاجئة؟ هل كان الهدف هو إخفاء شيء أكبر من ذلك؟ تصرفات والدها كوشيرو عند إعلان وفاة كوينا. لاحظنا أن كوشيرو لم يظهر الكثير من الحزن أو الصدمة. هل كان يخفي شيئاً؟ ربما زيف موتها لحمايتها، ربما زيف موتها لحمايتها من تهديد معين، أو ليخفيها عن أعين جهة ما مثل حكومة العالم. هل كان هناك سبب أكبر لهذا التمويه؟ هذا يثير العديد من التساؤلات. التشابه الكبير بين كوينا وتاشيغي. لا يمكننا أن نتجاهل التشابه الواضح بين كوينا وتاشيغي في الشكل والطموح. هل يمكن أن تكون كوينا قد غيرت هويتها وأصبحت تاشيغي؟ ربما تعرضت كوينا أو والدها لتهديد من جهة قوية مثل حكومة العالم، مما دفعهم لتزوير موتها وإخفائها. هل كان هذا الإجراء هو الحل الوحيد؟ أو ربما كوينا قررت التخفي لتتجنب الضغوط أو القيود التي تواجهها كفتاة تريد أن تصبح أقوى سيافة؟ هل كان موتها جزءاً من خطة للنجاة؟ ماذا لو عادت كوينا فجأة؟ تخيلوا ظهورها في أحداث القصة. كيف ستكون ردة فعل زورو؟ هل ستصبح حليفة له أم خصماً جديداً في مسيرته؟ ظهور كوينا سيكون أحد أكثر اللحظات العاطفية في ون بيس، وقد يغير الكثير في مسار القصة. هل تعتقدون أن موتها كان حقيقياً أم أن هناك سراً خفياً؟ في النهاية، عالم ون بيس مليء بالأسرار. موت كوينا قد يكون واحداً من تلك الأسرار التي لم تكشف بعد. هل تعتقدون أنها ما زالت على قيد الحياة؟ إذا أردت أن تظهر في الفيديو القادم، اكتب ون بيس عمك في التعليقات، وستظهر في التعليقات. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لدعمنا. إذا لديكم أفكار أو نظريات جديدة، اتركوها لنا. قد تكون فكرتكم هي موضوع الفيديو القادم.